نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التغيير. حياكم الله ونستهل نشرتنا بآخر تطورات المشهد العراقي. قال المرجع الديني العربي العراقي السيد محمود الحسني الصرخي أن التاريخ سيسجل من ألزم الناس بأن ينتخبوا السراق والمفسدين. وعد المرجع الصرخي في خطبة صلاة العيد التي ألقاها أمام حشد كبير من أنصاره في محافظة كربلاء عد الفتاوى التي حرمت الزوجات على أزواجهن هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تسليط المفسدين والسراق على رقاب أبناء الشعب العراقي. من الذي ألزم الناس بانتخاب السراق والمفسدين؟ من الذي حرم عليهم الزوجات والعيال؟ من الذي أوقف عليهم الصلاة وأوجب الانتخابات على الصلاة وعلى الصوم وعلى العبادات؟ من الذي حرم النساء على من لم يذهب للانتخابات؟ وماذا حصل الآن حتى تكون وتصير الحكومة فاسدة؟ لا نعلم. أنتم من أتى بالحكومة، وأنتم من أتى بأهل السياسة، وأنتم من سلط هؤلاء على رقابنا. الآن لماذا حصل هذا؟ ومنذ متى عندكم هذه الشجاعة والجرأة حتى يتحدث أحدكم على الحكومة وبهذا العلن وبهذه الصراحة؟ من أين أتتكم هذه الشجاعة؟ كما عد المرجع الصرخي أن الجهات التي أفتت بقطع رأس صدام ستسخر لقطع رؤوس من يتصدى للسلطة في إيران اليوم، مرجعا سبب ذلك إلى التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، والتي دفعت جهات عدة إلى تغيير لغتها من الطائفية إلى الوطنية. الآن نحن يحكى علينا بأننا ضد المذهب وضد إيران وضد الحكومة الإسلامية، لكني أيضا أخاطب الحكومة الإسلامية بأنه الفتاوى التي قطعت رأس صدام اقتربت بأنها ستسخر وتسير لقطع رقاب من يتصدى أو لمحاولة قطع رقاب من يتصدى في إيران. ستجدون بأن هذه الرموز وهذه الأشخاص وهؤلاء المنتفعين سيكونون هم المحررين، وهم من نحن لم نحكي عن هذا الأمر، لكن هم سيكونون من وقف ضد المد الصفوي في العراق، هم من يقولون وقفنا ضد الاستعمار الإيراني كما سابقا وقفوا مع الأمريكا